السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم ممنوع من العرض. بجد والله الواحد بيبقى حزين 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 فعلا وهو بيشوف فيلم إسماعيل ياسين لأول مرة. يعني أنا مش متخيل إن الفيلم يتخزن كل السنوات دي كلها مع شخص معين. ليه؟ ليه وإيه الحكمة في كده؟ ويعني هو مش اسماعيل بس، ده اللي ماسك على فنانات وناس 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 وناس. لانه ايه، نزلوا مره واحده. مش معقول يكون ايه هو شخص مثلا مسك حاجات على اسماعيل ياسين فهيبدا ينزلها يوم كذا، التاني هيبدا يوم كذا، لكن لا، ده كله مجمع ونزل في يوم واحد. وتوزع على الفضائيات بملايين ملايين ملايين. لازم نجيب حقنا ولازم نجيب حق الضرايب وحق الشعب فيها يعني. بجد والله الفيلم هنا قصته بتدور إسماعيل ياسين رجل فضيلة وبيدعو إلى الفضيلة وأصدقائه كلهم بهذا المنظر. قريبته هتموت وهتسيب له ثروة كبيرة جدا. الثروة دي عبارة عن كباريه مالها ليلي. ازاي هو بتاع أخلاق ومنين هيبقى ماسك الكباريه؟ واشترطت كمان انه ايه يعني يقوم بإدارته والإشراف عليه بنفسه. هل إسماعيل ياسين هيوافق على الكلام ده؟ وهل وهنشوف وهل يعني الناس اللي معاه هتوافق بالكلام ده؟ وهتشوفوا بقى في الفيلم ده حاجة غريبة جدا. محمود المليجي دور طيب. محمود المليجي يا جماعة ده اتحرق له كمية أفلام مهولة مهولة. ليه مش عارف. وكان معظمها بيقوم بدور الطيب وليس الشرير. بجد والله. يعني عامل افلام هتشوفوها معايا وهجيبها لكم. افلام كتير جدا 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 كان قايم بدور الطيب، لكن ازاي اتشالت وازاي اتمسحت وازاي اتحطت في علب محدش عارف. مين اللي كان كاره محمود المليجي؟ مين اللي كان كاره اسماعيل ياسين؟ مين اللي كان كاره فلان؟ مين اللي كان كاره علان؟ ده اللي نفسنا نعرفه ونعرف ليه يتحكم في الناس دي كلها ليه. يعني ويقول لنا ايه؟ مفيش الا كده. يعني حاجة غريبة جدا جدا والله. ومش عارف الناس سكت عليها ليه. فين النقابة هنا؟ ولا في يعني الممثلين ولا الممثلات ولا أي حد يتكلم في الموضوع ده؟ حاجة غريبة فعلا والله. يعني كله سكتب بكتب كده. يعني الأفلام دي بتظهر كده وخلاص وأنت واحنا بنتفرج. مين السبب؟ ومين اللي حطها في العلب؟ ومين اللي خباها؟ ومين اللي ضحك علينا؟ ومين اللي بهدلنا البهدلة دي؟ ان احنا نشوف الموضوع ده دلوقتي ويغتنوا على حسها. هم حرين يغتنوا، بس في ضرايب وفي شعب وفي. لكن الحاله الادبيه بقى، الناحيه الادبيه، ان الناس دي ما خدتش حقوقها من الناحيه التمثيليه. فعلا والله مكانه يعني. شكرا لكم.